اذا كانت عيشتنا مش عاجباك يا ست هانم مستنيه ايه؟ مستنيه ابنك لما يجي عشان يشوف لي حل معاكي. ابني؟ هو ابني هيمشي كلامه عليا؟ ده البيت بيتي والكلمه كلمتي، وانتي وهو مقعداكم معايا بكيفي انا مش غصب عني. هو انت كل ساعه والتانيه تقولي لي بيتي بيتي بيتي؟ الله، هو انت بتعايرينا عشان ما احنا قاعدين معاكي؟ وايه اللي غصبك على كده؟ ما تفرقينا وتروحي للعز اللي كنت قاعده فيه. حاضر حاضر، هسيب لك البيت وامشي عشان تستريحي. الباب واسع، الباب واسع يفوت جمل. ايه يا ست الحبايب؟ الله، ايه اللي مزعلك؟ اسمع يا كمال، اذا كنت صحيح ابني وبتحبني البنت دي ما تقعدش معايا ببيت واحد بعد النهارده. حاضر حاضر حاضر. ما فهمتش حاضر يعني ايه؟ يعني لازم اريحك من ناحيتها خالص. ايوه، دي بقت ما تنزليش منظور. حاضر يا ماما حاضر، انا هخليها تخرج من البيت واريحك منها. هو انا اقدر على زعلك؟ ده انت ماما ورضاكي عندي من رضا ربنا عليا. بس بذمتك مين اللي اختارها لي عروسه؟ كنت فاكراها طيبه، لكن على رأي المثل يا ما تحت الساهي دواهي. لا والله يا ماما لا، نظرتك فيها يوم ما اخترتيها كانت في محلها. أميرة طيبة صحيح وبنت أصل. أيوة يا أخويا أيوة، يبقى كلت عقلك بكلمتين ناعمين. أبدا. طب تصدقي بالله؟ لا إله إلا الله. مش انت عاوزة تطرديها من البيت؟ تعرفي هي قالت ليه؟ والدتك أبقالك مني والضفر ما يطلعش من اللحم. غصب عنها، ما هي لازم تقول كده. أيوة يا ماما، بس في بنات تانية يقدروا يقولوا يا أنا يمك. وليه ما تكونش رخرة قالت لك كده؟ لا يا ماما لا لا، حرام عليكي تظلميها. طبعا أميرة لآخر لحظة محافظة على كرامتك وشعورك، بس انت مش راضية تعتبريها كأنها بنت من ولادك يا ماما. ايه دي لو بنتي كنت قطمت رقبتها. وانت برضه يهون عليكي تعملي كده لو هي بنت من بناتك. وهي بنتي برضه هتنقطني من الغيظ. ابدا يا ماما، ده بس الشيطان دخل بناتكم انتوا الاتنين علشان يهدم البيت وابقى انا الضحية. لا شيطان ولا حاجة، العدل عدل من يومه ولا عوج عوج من يومه. طب ممكن تفكريني بيوم قالت لي فيه كلمة جرحت شعورك؟ تقدر؟ ده انا كنت اقطع لسانها. طيب يا ماما الحمد لله، يعني هي الاخر لحظة محافظة على كرامتك. انت كنت عاوزة تركبني يا سي كمال ولا ايه؟ استغفر الله ما يا ماما. تفهمني. لا 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 لا، معقولة دي لو هنيتك بكلمة واحدة انا اعمل فيها اللي ما يتعملش؟ طبعا. عن اذنك يا ماما. سلامتك يا ست ام كمال، ده انا يا اختي اتخضيت عليكي قوي لما قال لي سي كمال. اهلا وسهلا، الله يسلمك. الواحد في الدنيا دي يا ما بيقاسي يا ام مصطفى. يا اختي ما صدقت